أصوات أهازيجهم تعانق السماء، وأرواحهم تبعث الحياة، تتسامى أمنياتهم على ترف القصور وملذات الحياة وولائم الأغنياء وسهرات السراب، ليكون عشقهم الوحيد عشق شعب كره السجون وحلم مناضل متشغف لرؤية وطن حر. وكان أصوات الأهازيج سيمفونية عشق تتمرد على الكراهية في مزرعة تحتضن الأشجار التي لا تموت، تتقاسم ذراتها تراب الزيتون والنخيل، ليتبادل الجميع عبارات الأمل مع معانقة خيوط الشمس الأولى للنرجس كل صبيحة وكأنها تقول روج باش. وليعود صدى أصوات حفيف الأشجار فرحة بمصافحة معانقة الرفاق، والكل يقول روج باش، والكل يحاول بث الحياة في الساحة الجريحة، ممارسين بعض الحركات الرياضية لكل منهم حركته المخصصة. كلما تجولت في تلك المزرعة تزداد شغفا لمعرفة المزيد، فكل ما بداخلها يشجع على الارتياح ويدعوك للبقاء. فتبادل الأهازيج والأحاديث يوحي بالنصر، نعم بالنصر القريب، فليس في المكان خيار سوى المقاومة، سوى النصر، التمرد على المستحيل والذبيات الظالمة. في هذه المزرعة تعطى دروس الحياة، يصنع من الموت الحياة، ومن الدموع قطرات الندى، ومن الحزن الفرح. تتعانق الكلمات لتكون جملا لقصص المقاومة وروايات الشرفاء. إنها صبيحة يوم نوروز عام 2019، وعبارات دار الجرحى تزين الجدار المتآكل لتتخلله ظلال وريقات الزيتون، لحظات تمايلها مداعبة نسمات الربيع. عقيد في عقده الرابع يحاول إخفاء أصابع يديه في كم قميصه العسكري بحيث لا يلاحظه أحد، وهو يتنقل بين رفاقه الجرحى، يتبادل معهم أطراف الحديث والابتسامة لا تفارق وجهه. يركض تارة ويمشي تارة أخرى، يجلس تارة ويساعد البعض بارتداء ملابسهم، يساعد آخرين بالصعود إلى الكرسي المتحرك وقضاء الحاجة، يدفع كرسي رفيقه عزيز ويحمل عكازة رفيقه وزان، ويتجول بين الجميع والابتسامة لا تفارق ليزداد الجميع عزيمة وأملا بغد أجمل. عقيد ينادي أيها الرفاق استعجلوا قليلا فالوقت يداهمنا. عزيز رفيقي أسرع، وأنت وزان أسرع، وأنت برخدان، أرجوكم أسرعوا. رفاقي اليوم أقول لكم كل نوروز وأنتم بخير، وأمهات رفاقنا الشهداء والجرحى والمعتقلين بألف خير، ووطننا وشعبنا بألف خير. لتتجهزوا وجهزوا أنفسكم أيها الرفاق لنزور مزار الشهداء، مزار الشهيد دجوى أولا، وبعدها نشارك شعبنا في احتفالات عيد نوروز. فاليوم صبيحة نوروز، لنشعل شعلة نوروز، شعلة كاو الحداد، شعلة الحرية بين مزارات رفاقنا، وليشاركوننا فرحتنا بعيد نوروز، لنبشرهم بانتصارات الفاقنة. هم في آخر معاقل الأوغاد الآن. نبشر رفاقنا بأن دماءهم لن تذهب هدرا، فخفافيش الليل تتلفظ أنفاسها الأخيرة. هوزان متشائما: أنا لن أذهب، سأبقى هنا أتذكر رفيقي بروسك، ابتسامته، أغنياته الحزينة، سأتذكر بطولات بروسك، قيمه، روحه الرفاقية، مشاعره الصادقة. لن أعتد أن أحتفل بعيد نوروز دون رفيقي بروسك. أرجوك رفيقي عقيد اتركني هنا، أرجوكم اتركوني أتذكر رغم جراحي وغزارة الرصاص وأصوات انفجار الصواعق. حملت بروسك وربطت جرحه بقميصي الممزق بيدي، وأسعفته وسط أزيز الرصاص بيدي، ووصلته المشفى رغم جراحي بيدي، وأغمضت جفنيه بيدي، وحملته إلى منزله بيدي، ووصلت بندقيته إلى زوجته بيدي، وأودعته التراب بيدي.
ووضعت الزنبقة على مزاره بيدي، فكيف لي أن أحتفل بنوروز ورفيقي بروس ليس معنا اليوم؟ أيها الرفاق أرجوكم اقبلوا اعتذاري، هذا اليوم رفيقي عقيل أرجوك أن تفهمني. وفجأة جلس عقيل بجانب هوزان وهو يخفف عنه، وجميع الرفاق من حولي يسمعون الحوار يتنصتون باحترام. فقام عقيل فجأة وتوجه إلى الجميع قائلا: رفاقي، اليأس والجبن والمال يولد العبودية. رفاق، الحرية لها ثمن، والكرامة لها ثمن، والأوطان لها ثمن. الكرامة يولد الحرية، نعم، طريق الكرامة مهما كان شائكا يؤدي إلى الحرية التي استشهد من أجلها الملايين من شعوب العالم وآلاف من شعبنا. ورفاق دربنا يجب أن لا نيأس، نحن اخترنا هذا الطريق، طريق الكرامة. من يختار الطريق الكرامة لابد أن يضحي، والنتيجة هي الحرية. كما قلت لكم لا يراها ولا يعيشها ولا يتلذذها سوى الأعزاء، سوى من أعز الناس إليه. فستنعم الأجيال القادمة بالحرية التي ناضل وقاوم واستشهد من أجل رفاقنا الخالدون في ذاكرتنا في صفحات التاريخ ستتناقلها الأجيال. عقيل توجه إلى هوزان قائلا: انظر إلى يداي، إلى أصابعي، فإذا باليدين مجردتان من الأصابع، لا توجد أصابع سوى أصبع الإبهام، اليد اليمنى. فاستغرب الجميع رغم أن المكان دار الجرحى والجميع يعيش في المكان نفسه، إلا أن كبرياء عقيل وروحه القيادية منعت الجميع من مشاهدتها. فاندهش الجميع وتأثر هوزان برؤية يدي عقيل وحديثه، ولكن عقيل لم يكتفي بإبراز يديه من تحت القميص فقط، بل تابع قائلا: اسمعوا أيها الرفاق، وأنت رفيق هوزان، نعم أنت حزين لاستشهاد رفيقك بروس، ولكن استطعت أن تنقذ جثمانه الطاهر ويكون بين رفاقي في مزار الشهداء. ولكن أنا ماذا أقول وماذا أفعل؟ ولأول مرة تدمع عينا عقيل متابعا كلامه دون توقف قائلا: أنا لم أستطع إنقاذ رفاقي. نعم، أنا لم أستطع إنقاذ رفاقي من بين كتل الثلوج والصخور المنجرفة من قمم أرارات. أنا كنت المسؤول عن طابور الشهيد عقيل. ذهبت ورفيقي ريزان لجلب حطب يمنع عن رفاقنا قسوة برد الشتاء من محيط مغارتنا ومقرنا في سفوح أرارات. وبعد ساعات من البحث تمكنا من الحصول على بعض الحطب. في طريق عودتنا فقدنا الأثر من شدة سقوط الثلج، حتى أننا أضعنا مكان تواجدنا رفاقنا لقرابة 7 ساعات، وأخيرا تمكنا من إيجاد الأثر الدال على الملجأ، ولكن لا شيء سوى كتل الثلج المبعثرة والأحجار المتساقطة من الأعلى، من السماء المنجرفة من قمم أرارات. تمكنا من الوصول إلى المكان، ولكن أين الرفاق؟ بدأنا بالبحث عن رفاقنا، فأيقنا بأنهم ما زالوا متواجدين تحت كتل الثلج والصخور المنحدرة، وبقايا أنقاض ملجئنا المتحطم، بقايا الأعمدة المكسورة ظاهرة رغم كتل الثلج المتراكمة. فأسرعت ورفيقي ريزان بحفر الثلج بأيدينا دون الاكتراث بالعواقب، محاولين إبعاد الثلج وفتح مساحات من سقف الملجأ لمساعدة رفاقنا من الخروج. ولكن ورغم حفر أكثر من مكان إلا أننا لم نعثر على رفاقنا من شدة البرد وغزارة الثلوج المتساقطة وتفكيرنا برفاقنا لم نشعر بوجعنا. وعندما وقع نظرنا على أصابعنا المزرقة مقلوبة لا روح فيها، لا إحساس في اليدين، فغادرنا المكان مع ساعات الفجر الأولى ونحن لا نفكر بأيدينا بقدر ما نفكر برفاقنا. وبعد مسير دام 7 ساعات تمكنا من الوصول إلى مزرعة متطرفة صغيرة، حيث تلقتنا أم تناهز 60 من عمرها، فأسرعت بفتح الباب وبدأت تخفف عنا تعبنا مرحبة بنا وكأنها تعرفنا سابقا، تنظر إلينا مع النظر في ملامح وجوهنا ثم تحضننا وتقول:
ادخلوا يا أولادي، إنني منذ 10 أعوام وأنا أنتظر كل صباح ومساء عودة ولدي الذي يشبهكم، ولدي ولاد حيث انقطعت أخباره، ادخلوا. وتابعت ولاد قائلة: والله هناك شعور ينتابني إنكم رفاق ولاد القادمين من أرارات، حيث كان ولدي تابعت القول: الحمد لله إنني رأيت من يشبه ولدي ولا قبل أن أفارق الحياة. هنا لم يكن منا أنا ورفيقي رزان سوى تقبيل يد أم ولاد والتخفيف عنها وطمأنتها أن ولاد هناك حيث الكرامة في أرارات وهو بخير. لم نشأ أن نقول لها أن ولاد كان معنا، ولم نعد نعلم شيء عنه وأننا فقدناه بعد انهيار الصخور والثلوج من قبل أرارات. أبعد أرجوكم أولادي، هل ولاد على قيد الحياة؟ فكذبنا وقلنا: نعم يا أماه إنه بخير، وقبلنا يداها ثانية وثالثة ورابعة وهي تنظر إلينا بتعجب وكأنها تشك في كلامنا بأن ولاد فقد الحياة. فأسرعت بمداواة أيدينا بعد أن طلبت منا تحمل الألم لحظات غمس أصابعنا بالزيت المقلي، ثم ضمدت أيدينا وتطلب منا أخذ قسط من الراحة في منزلها ريثما يخفو الألم. فاستأذنا من أم ولاد بعد أن ودعتنا بالبكاء، ثم توجهنا إلى روجافا للمشاركة في ثورة روجافا. هذه حقيقة أصابع المفقودة رفيقي وزان. نعم، هذه هي حقيقة أصابع المفقودة والتي أحاول أن أخبئها دائما. فأنت تمكنت من إنقاذ رفيقك بروس، ولكنني لم أتمكن أنا من إنقاذ رفيقي ولا رفاق الآخرين في الطابور، كنت أنا قائدهم. لذلك يجب أن تستعد للذهاب إلى مزار الشهداء وتحتفل بعيد النوروز، لأنه يجب أن نحتفل بعيد كان هدفا وأمنية لرفاقنا الشهداء، واليوم تحققت أمنيتهم بالقضاء على داعش في آخر معاقل في باغوز. فمسح الجميع دموعهم متأثرين بحقيقة حادثة فقدان عديد أصابعي، وابتسم الجميع مجددا معاهدين رفيقهم عديد بالسير على درب رفاقهم الشهداء، وأن لا يسمحوا لنار نوروز أن تنطفئ، ويشعلوا شعلة نوروز دائما بأيديهم. فتعانق الجميع وهم يتعاونون للصعود إلى السيارة متابعين غناءهم وأهازيجهم قائلين بصوت واحد: لننطلق يا رفاق، وليكتب المثقفون وليتناقلوا صفحات التاريخ: نحن فقدنا أعضاءنا ولكننا لم نفقد كرامتنا. فقدنا أعضاءنا نعم، ولكن لم نفقد كرامتنا.